تخيل ان انت بعد ما فرحت ان مصر لاول مره من 2019 بتضمن انها تصعد للدور ال 16 بعد اول جولتين من كاس الامم الافريقيه، تلاقي نفسك في دور ال 16 هتلاعب المغرب المرشح الاول والقيمه التسويقيه الاعلى انه يكسب بطوله الامم الافريقيه. ازاي؟ هقول لك انا ازاي. دلوقتي احنا صعدنا كمركز اول، القرعه بتقول ان اللي بيصعد مركز اول من المجموعه الثانيه اللي هو مصر هيلاعب ثالث المجموعه الاولى او ثالث المجموعه الثالثه او ثالث المجموعه الرابعه. طيب المنتخبين اللي في المجموعه الثالثه سواء تنزانيا او اوغندا، والمنتخبين اللي في المجموعه الرابعه سواء بنين او بوتسوانا، قدموا مباريات في الجوله الاولى على اسوأ ما يكون، ويمكن هم من اضعف 4 منتخبات موجودين في البطوله. استبعد جدا ان منتخب من دول يصعد كافضل توالد. المجموعه الاولى لحد دلوقتي مفيش ولا منتخب فيها ضمن صعوده، ومفيش ولا منتخب فيها ضمن ان هو يودع البطوله. في حاله خساره المغرب لا قدر الله في ماتشها الجاي قدام زامبيا اللي عماله تتدحلب في البطوله وتتعادل في ماتشات بعد ما كان محدش متوقع انها هتعمل حاجه في البطوله دي، بعد الاداء المتذبذب من لعيبه المنتخب المغربي في اول ماتشين لعبوهم، فهنا المغرب يبقى عندها 4 نقط وزامبيا عندها 5 نقط. وفي حاله فوز مالي على جزر القمر وده المتوقع، هتبقى مالي 5 نقط، زامبيا 5 نقط، والمغرب في المركز الثالث للاسف ب4 نقاط، هتصعد هنا كافضل توالد. وزي ما بقول لك في الاول ان احنا المفروض نلعب افضل ثالث من الاولى او الثالثه او الرابعه، فممكن الثالثه او الرابعه اصلا ما يصعدش منها افضل توالد، تلاقي نفسك بتلاعب افضل ثالث في المجموعه الاولى وهو المنتخب المغربي.